نادي الزمالك حاليا إدارة الزمالك بالنسبة للزمالك عجباني جدا. بالنسبة للزمالك طب خروجها عن الزمالك مش عاجبني قوي. ليه؟ اذا يعني قصد حضرتك الهجوم من مرتضى منصور على النادي الاهلي. الاستاذ مرتضى النهارده عامل حالة كويسة في نادي الزمالك، عامل نجاحات في كل مجال. اتكلم على نادي الزمالك، ده حقك وحق نادي الزمالك وحق جماهيرك وافخر بيه. لكن ليس من الضروري باستمرار ان انا اجيب سيره النادي الاهلي، حتى لو النادي الاهلي فيه اخطاء، حتى لو النادي الاهلي فيه تصرفات مش عاجباك. ده شأن النادي الاهلي، واخد بالك؟ لا يعني هو في تصرفات، هو لما يعني خلينا انا هاخد الجانب الاخر في الحوار. ان يعني في تصرفات من النادي الاهلي بتسيء لنادي الزمالك، زي ما سمى المهندس محمود طاهر، وانا بقول لك كلام مسؤولي نادي الزمالك، انه سمح للجماهير ان هي كلام كلنا وتهاجم رئيس نادي الزمالك. اسمع بس استاذ اسلام، انا وانت وكل الناس وربما المسؤولين في نادي الزمالك يعلموا ان ما حدش يقدر يوجه جماهير، وخصوصا الالترس. لان الالترس ده هو اللي بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، وهو اللي بيتجاوز في حقه. حصل مع الكابتن حسن حمدي، حصل مع مجلس المهندس محمود طاهر. فما هوش تحت السيطره بتاعه مجالس الادارات. دول ناس بتيجي بوازع من عندهم، معبئين بمشاعر ربما تكون صح، ربما تكون فيها شيء من المبالغه، بيعبروا عن وبيخشوا يدوا رسالات. يعني في التمرين اللي قالوا ان هو حصل تجاوز وان سبوا مش عارف مؤسسه، وده ما حصلش. ايضا بعتوا في البانرات بتاعتهم والكلام اللي بيكتبوه ده، بعتوا رسائل واضحه جدا وحاسمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. فمساله انك تيجي تقول لي انت سمحت، يعني هو بيقول لك ان في بعض من اعضاء مجلس الاداره داخل النادي الاهلي على علاقه واتصال بالكبوهات بتاعه يا سيدي. مش ممكن هيقولوا انزلوا اشتموا الزمالك، هيكسب ايه؟ يعني انت يوم ما تيجي تقول لواحد اشتم ده، لو شتمك هتقول له ايه؟ الله اشمعنى وانت بقى انت عايز توظفني ولما اجي اكلمك؟ مش هيحصل ان حد يروح يقول للجماهير اشتموا حد، لكن ممكن يحصل تجاوز بس مش برضا المسؤول اللي في النادي الاهلي. يعني انت فاهم قصدي؟ فارق كبير انك تبقى موافق على اللي بيحصل، ما تقدرش تتحكم وانت سببه. هنا الخلاف الصغير. لكن قبليها ايه؟ يعني هو كل المشكله ظهرت في ماتش الزمالك. طب والسنه اللي فاتت دي كلها ايه؟ ده دليل ان المساله مش كده. المساله من الاول ان لو ان كل مؤسسه بتتكلم على نفسها مفيش هيبقى مجال احتكاك. والنهارده الزمالك لديه الكثير مما يتحدث عنه ويبقى صاحب حق وهو بيقدمه في احلى صوره. طيب هل عادل القيعي هيجي علشان يواجه الهجوم اللي على النادي الاهلي؟ لا